اليهود هم اليهود منذ أن كذبوا على يعقوب وهو إسرائيل عليه الصلاة والسلام فقالوا إنا لنراك في ضلال مبين، منذ أن حاولوا قتل يوسف وبيعه، منذ أن قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، وتعدى غدرهم بعد ذلك إلى موسى عليه الصلاة والسلام فتعنتوا معه في السؤال. هم اليهود نفسهم، هم نفسهم اليهود لا يقبلون أحد، هم يرون أنفسهم شعب الله المختار خلقوا من ماء السماء، هم يرون أنهم أبناء الله وأحباؤه، هم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هم قالوا الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بآية وبرهان، هم الذين يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، يعني لا مؤاخذة علينا في غير اليهودي، فكل شيء غير اليهودي حلال، حتى التيشيرتات اللي يلبسونها الجنود اليهود مكتوب عليها اقتل اثنين ومعنى ذلك تدخل الجنة، يعني امرأة وجنينها، فهم لا يرون أي مؤاخذة لا في مالك ولا في حلال، فاليهود هم اليهود، وهم الذين غدروا بموسى عليه الصلاة والسلام فلما تجاوز بهم إلى أرض اليابسة قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هم الذين غدروا بموسى فقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، هم الذين تعنتوا فقالوا أرنا الله جهرة، هم الذين قالوا لموسى أسئلة التعنت في حق الله عز وجل، واسحب على ذلك ما فعلوا في الأنبياء، وهم الذين أخفوا الكتاب يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا، هم الذين حرفوا الكتب السماوية نفسهم، هم الذين تجاوزوا إلى عيسى فغدروا بعيسى عليه الصلاة والسلام وبلغوا به الرومان وادعوا على أنه يسعى إلى قلب نظام الحكم، هم الذين غدروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، حاولوا سحره وسمه وقتله صلى الله عليه وسلم، وخذ بعد ذلك الغدر في كل الشعوب الذي خالطوها. اليهود هم اليهود، ما تغير في اليهود شيء، ولذلك ما نزل من الله على اليهود من اللعنات ومن الطرد من رحمته سبحانه وتعالى، نفسهم يهود الأمس هم يهود اليوم، وتحالفوا اليوم الصهيونية تحالفت مع الكنيسة الإنجيلية البروتستانتية فصار تحالفا شيطانيا أكبر في أذية خلق الله عز وجل، فلما تتكلم عن يهود الأمس هم يهود اليوم ترى نفسهم، وهذه العقليات هي التي تقود إسرائيل اليوم وهي التي تحارب المسلمين، وهم الذين قال الله تعالى فيهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا.